ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. الفيديو النهارده بسيط جدا جدا ومفيهوش اي تفاصيل كتير، بس هتاخدوا منه شويه باور صغيرين كده وافكار كمان. عايزاكم بس تتابعوا الفيديو للنهايه. ولو انت اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وتكتبي لي كومنت حلو ولايك حلو، ده بعد اذنك طبعا. اول حاجه عملتها في يومي، انا قمت الصبح عملت كوبايه شاي بلبن العادي بتاعي، والادمان بتاعي هو الشاي بلبن، وخدت معاها كحك وبسكوت وكده من بتاع العيد بقى. فقلت افطر كده وايه، وقعدت مع نفسي شويه كده، وبعدين قمت كان عندي شويه غسيل. قلت انشرهم. طبعا انتوا عارفين الغسيل ما بيخلص ولا المواعين بتخلص، المهم يعني. قلت بقى ايه، انشر الغسيل بتاعي علشان ايه يلحق يتشمس وكده. وبعد ما خلصت الغسيل بتاعي هخش اعمل الغدا بتاعي بقى. والغدا النهارده بتاعي هيكون بسيط خالص، مش هنعمل حاجات صعبة ولا حاجات متعبة. طبعا احنا زهقنا من الاكل، كل يوم بنعمل اكل مختلف. وبنعمل يعني عملنا محاشي بقى ومكرونات وحاجات زي كده. فاليوم دوت قلت ايه، اقضيه يوم بسيط كده ويكون ما فيهوش شغل في المطبخ كتير ولا حتى شغل في البيت كتير. طبعا انا ايدي في البيت على طول، فما عنديش حاجة متبهدلة وكده، يا دوبك انا بنضف بس تنظيف من على وشي كده وخلاص. اما بعمل طبعا روتين قوي بعمله معاكم. بس هنا دخلت على المطبخ بقى بعد انا ما نشرت الغسيل. جبت جريلا دي. انا بصراحة هي ما ينفعش تعمل فيها اللي انا هعمله. بس انا قلت ايه بقى، هي اللي حجمها كبير وهتاخد معايا كمية الاكل اللي انا هعملها. عملت ايه، حطيت شوية زيت على معلقة سمنة، سبتهم لما سخنوا جامد. ونزلت عليهم ايه البصلة مبشورة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، متقطعة جوانح كده. وحطيت عليهم شوية فلفل اسمر وسبتهم ايه لما دبلوا مع بعض. وبعد كده ايه نزلت عليهم بالكبدة بتاعتي متقطعة. انا بعمل ايه، انا بعمل كبد وقوانص. بس قلت النهارده نقضيها يوم عادي كده. لما باجي اعمل بقى الكبد والقوانص، بس والقوانص الاول وبسويها كويس جدا جدا، عشان لما اجي احطها مع الكبده ما تبقاش ايه بتقرش كده. طبعا في ناس بتحبها بتبقى مقرمشه كده شويه، لا انا بحبها مستويه. لان ولادي لما بيحسوا بيها في الاكل ما بيرضوش ياكلوا بيطلعوها وياكلوا الكبده بس. فسويتها لهم جامد جدا وقطعتها حتت صغننه خالص ما تبانش كده. واول ما الكبده بتاعتي اتشوحت مع البصله في السمنه كويس والزيت، نزلت عليها بالقوانص. وبعد كده نزلت عليها بفص توم كبير، فصين توم مهروسين كده، وحطيت الملح والفلفل بتاعي. وحطيت بهارات اللي هي بتاعه الكبده الاسكندراني، اديتها طعم جميل جدا جدا. بس وبعد ما تشوحوا مع بعض كويس نزلت عليهم بقرن فلفل اخضر عادي، وحطيت نص قرن صغنن خالص فلفل حامي. وشوحتهم مع بعض كده، واول ما استوت معايا عصرت عليهم نص ليمونه. بس طريقتها سهله وبسيطه جدا واكله خفيفه كده وكلنا بنحبها، محدش ما بيحبهاش. و... و... ويوم بسيط النهارده قلت ايه اشاركه معاكم كده، وابقى موجوده معاكم عشان خاطر ما اخرش عليكم وايه، وما اغيبش عنكم كتير. وبعت بنتي بقى جابت عيش فينو، وبدأت افتحه كده وايه، واقطعه نصين. وعملت لهم ايه طبق كده سندوتشات محترم وايه، وطلعته لهم بقى اتغدوا. وبس ده كان يوم النهارده في الغدا، يوم بسيط جدا واكله خفيفه وسريعه وما خدتش مني وقت خالص. انا بقى لما تبقى عندي شقه نظيفه والدنيا رايقه كده بحب كمان الاكل يكون بسيط عشان ما احسش بمجهود. انا من النوع اللي يا اما اعمل مجهود جامد واعمل اكل وانضف وكل حاجه واحس يعني لما بنضف الشقه بحس ان انا عايزه اعمل اكله جامده بقى وكده ونقعد ناكل مع بعض. البيت نضيف والدنيا هاديه، بحب الاكله تبقى بسيطه ويومي يعدي كده بسيط، ما بقاش تعبت نفسي وارهقت نفسي في اليوم جامد. بس وبعد ما اكلنا طبعا حسينا بحموم جامد مع اليومين دول كانوا حر قوي. نزلت بنتي بقى جابت ازازه حاجه ساقعه، شربنا حاجه ساقعه مع بعض وايه وبس. وقعدنا بقى ايه، جبنا لب بقى وسوداني وحاجات زي كده، وقعدنا اتسلينا مع بعض. وبس الصلاة عندي بقى الدربكة ما يعلم بها الا ربنا، هوريها لكم دلوقتي. إيه، زي ما انتوا شايفين كده اللب بقى وسوداني وحاجات زي كده. طبعا الدنيا اتبهدلت خالص، وعايزه اقول لكم ان المفرش وقع عليه حاجه ساقعه، خدته غسلته. والترابيزه عندي فاضيه وملزقه زي ما انتوا شايفين كده. قلت بقى ايه، اشارككم اليوم بتاعي بكل تفاصيله. المهم شلت كل اللي على الترابيزه وقلت لما الترابيزه كده وانضفها. وبس جبت الجلانس بتاعي بقى،
وحطيت عليه شوية كلور عشان خاطر انا حاسه ان الدنيا ملزقه ومش عجباني خالص بصراحه. بس ممكن الكاميرا تكون مغيمه معاكم شويه، بس الترابيزه كانت بتلمع ونطفت جامد بصراحه. بس هلمع الترابيزه بتاعتي وهفرشها وهشغل المكنسه وهسوي الصاله وخلاص، مش هنعمل اي حاجه تانية ومش هنمسح مش هنتعب نفسنا زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو. الفيديو هيكون بسيط خالص وقريب من يومكم العادي. طبعا مش كلنا بنشيل وننفض ونمسح ونكنس وكل حاجه في نفس اليوم، لا، في ايام بنشيل وندربك الدنيا، وفي ايام تانية بنعمل كل حاجه اللي المفروض تتعمل. وطبعا انت اهم حاجه عندك ان انت تشيلي التراب من أي مكان عندك، بس التلميع الخفيف والبسيط دوت يوميا بيخلي دايما البيت نظيف، ولما تيجي تنضفي ما تحسيش ان الدنيا عندك ايه متبهدله او فيها تراب كتير. انا الدنيا كانت كويسه، بس كان في ايه لب كده بسيط وفتافيت من بتاعه السوداني وكده، فقلت اشغل المكنسه بقى وانضف كده نفضت حتى بقماشه عاديه، ما شغلتش المكنسه على الانتريه ولا حاجه لان لسه عاملينه مع بعض بس. والدنيا عندي نطفت وبقت زي الفل. بس كده هنشغل المكنسة مع بعض بقى وأي حاجة المفروض بيتراكم عليها التراب هنضفها. الفيديو بتاع النهاردة بسيط، بس أنا حبيت أبقى موجودة معاكم عشان بجد بتوحشوني جدا جدا، وبحس ان انا لما بغيب عنكم يومين بحس ان انا ناقصني حاجة كبيرة ومحتاجة ان انا اتكلم مع حد، وبستنى ان انا يعني انا بحس ان انا ليا ناس بتسمعني بتعلق لي، حتى لو ما بيعلقوش كفايه ان هما بيحطوا لي لايك او كفايه مشاهدتكم الجميله ليا، ده في حد ذاته بالنسبه لي فرحه غير عاديه. وطبعا انا بشكركم من كل قلبي بجد لان مشاهداتكم زادت الحمد لله، بشكر ربنا عليكم، وبشكر ربنا طبعا على الزياده الموجوده عندي في القناه، ايا كانت بسيطه فهي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي قوي. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا، وتفضلوا كده في ظهري تعلوني ونعلى ونزيد مع بعض. واي حد شايف ان في ملل في الفيديو بتاعي او في حاجه مش عاجباه يقول لي وانا هحاول اغير من نفسي، لان انا بعمل ده عشان خاطر اشجعكم واحمسكم كده، وعايزاكم زي ما انا بحمسكم انتوا كمان تحمسوني بلايكاتكم الجميله. ولو في اي حاجه اي تعليق سلبي انا ما عنديش اي مشكله خالص، اكتبولي وانا هحاول اعدل من نفسي. هنا بقى خلصت وظبطت الدنيا خالص وشغلت المكنسه وبس، الدنيا رقت عندي وبقت زي الفل. وجي بقى هنا اخر اليوم كده قلت اعمل لهم حاجه حلوه بقى، علشان خاطر الاكل النهارده كان بسيط خالص ما فيهوش اي حاجه، و... و... وقلت بقى اعمل لهم حاجه يحلوا بيها بالليل يعني. دخلت على المطبخ وقلت اعمل هعمل صينيه رز معمر. جبت معايا كوبايتين رز وحطيت عليهم معلقه سمنه، وبدات اشرب السمنه للرز عشان لما يستوي يبقى مفلفل معايا وحلو كده ما يبقاش معجن. دي خطوه مهمه جدا. وكان عندي جوز هند حطيت مثلا حوالي معلقتين كبار كده او 3 معالق، وزبيب برضو حطيته. كل ده بيخلي الرز جميل جدا جدا، وكان طالع روعه معايا بامان. بس وحطيت السكر بتاعي، انا بصراحه ما بحبوش مسكر قوي، فحطيت سكر معقول وكان طعمه حلو قوي قوي. بس وكيلو لبن بقى على كوبايتين الرز، ولو عندك بقى معلقه قشطه يا سلام هتخليه جميل جدا، بس انا بصراحه ما كانش عندي فحطيت كيسين فانيليا واستكفيت باللبن بتاعي بقشطته بقى اللي فيه. وبس كده دخلت الفرن وطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى بقى تجربوه وان شاء الله هيعجبكم. ولحد هنا الفيديو بتاعي خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير واقول لكم مع السلامه، هتوحشوني جدا جدا. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه من كلمه اشتراك تحت باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس وتحطوا لي كومنت حلو زيكم كده، وهشوفكم دايما كده فرحانين ومبسوطين، وربنا يخليكم ليا وما تحرمش من محبتكم ابدا. واظن الفيديو بتاعنا النهارده صغير جدا جدا، يا ريت الفيديو يكون عجبكم وكونوا استفدتوا منه. واشوفكم على خير واقول لكم على السلامه، باي باي، هتوحشوني.